الله الرحمن الرحيم. كل اللي يحب الترحيب بكم حبايب قلبي، وياكم حسين سامي ومقطع جديد. اذا ما كنت مشترك بالقناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس وانطينا لايك للفيديو وخليك ويانا. اليوم موضوعنا هو كيف يتم اختيار موضوع القصيده. اليوم اني شاعر، شنو المفروض المواضيع اللي اني كاتب عليها، وشلون اعرف اكتب على هذا الموضوع، وشلون انا اعرف اكتب قصيده الغزل، شلون اعرف اكتب القصيده الوجدانيه، شلون اعرف اكتب القصيده الهجائيه، يعني انواع كل القصايد هاي. اخوان، كل شاعر يحتاج انواع متعدده من المواضيع، لان انت اليوم المجتمع مر بهواي ظروف وهواي امور اللي تأدي بي يطلب منك باي لحظه، يعني يقول لك انت ما كاتب على هذا الموضوع. مرات اكو مواضيع تعجبك، حقيقه تجذبك، وحدك تروح تكتب عليها. مرات اكو مواقف تولد قصيده، يعني موقف تنولد به قصيده. ومرات اكو لا مواضيع انت تروح لها. قاعد توضح الفكره ان شاء الله. يعني اكو موضوع انت تروح تكتب عليه، مثلا عندنا اغلب القصائد الحسينيه انت تتجه لها. هنا شوف، انا دائما اقولها، اقول اليوم الصعوبه بالموضوع من انت تتجه الموضوع او ثوابته مبينه حقيقيه. يعني القصيده الحسينيه ثوابتها حقيقيه ما تقدر تتلاعب بيها. يعني هنا اكو صعوبه، لازم اكو حرفه شعر. فنجي لموضوعنا. هسه التعريف مال الشعر الغزلي هو التغني بالجمال، التغني بالجمال للشخص المقابل، والاشتياق له، والخوف من الابتعاد عنه. يعني انا اتغنى بجماله، اوصف مظاهره، اقول له من تبتعد عني شو يصير بي اني. يعني هذا كل محتويات هذا النطاق هو احنا نسميه بالشعر الغزلي. الشعر الوجداني هو احد انواع الشعر اللي شنو؟ اللي يحاكي به وجدان الشاعر او قصص معينه، مواضيع انت اليوم تتحدث عنها بوجدانك. احنا دائما سامعين يقول له تكلم بوجدانك. الوجدان يعني يشمل الصديق، يشمل مواضيع الفراق، ايضا يشمل المواضيع اللي يتعرض بها الانسان الى خيبه امل، قد تكون خلاف بالموعد. هذني كلهن عباره عن وجدان شاعر، يختلفن عن الشعر الغزلي اللي هو تغني بالجمال. عندنا قصيده الام او موضوع الام هو اهم المواضيع. ثقوا اليوم الانسان اصعب شيء من هو شاعر وما عنده شيء على امه، المن شاعر. فموضوع الام اخوان خلنا نتناوله. انا احبذ نتناول موضوع الام. اذا كانت امك عايشه انت حسسها بالقصيده، ايه بس انت لم كل المواضيع. يعني بالقصيده ايش تتناول؟ مثل ام دنيا تضوي كل ليل ونهار، وابدي امجد بيها، ابدي واقلها. انتقل بالكوبليه الثاني او بالمقطع الثاني من القصيده، ابدي شو اسولف؟ اقول من افارقها. يعني من تفارق والدتك انت هنا راح تاخذ صيغه متكلم مال شخص فاقد والدته ميته، صيغه متكلم مال شخص والدته مسافره، صيغه متكلم مال شخص والدته مريضه. حاول فكرك وخيالك الشعري ما يتحدد بمنطقه معينه، وسعه. خلي قصيدتك، ما اقول لك شتت موضوعك، لا، التزم بموضوعك، بس شنو؟ درجه واشمل بيه. هاي يا قصيده الام. قصيده الصديق نوع من انواع الشعر الوجداني اللي شنو؟ اما يكون هجاء، مرات واحد يهجي صديقه قطع بيه، او قد يكون شاف منه مواقف مو زينه فلازم يهجي هجاء. قد يكون يحمد بيه، يخلد بيه، يمدح بيه. فهذا ايضا نوع من انواع الشعر اللي هو المدح والهجاء. عندنا بعد الشعر الحسيني سولفنا عنه، قلنا من الثوابت. بعد ايش ما ذكرنا؟ تقريبا كل انواع الشعر، يعني هسه اللي قاعد ينطرق ذكرناه. اذا اكو نوع ما ذكرته ذكروني بيه بالتعليقات. لا تنسون اشتراك ولايك.